والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدبت ورسول المسلمين جميعا يسلم
ثلث الآخر من الليل تصفيت أن يكون رب العالمين عز وجل في صفة للجلال في خلق جلاله أن الزواج والعياذ هذه المشكلة في خلق الله بين العبد الذي يعبد الناس يعبد الزكاة بالسلوك يعبد الفراغ يعبد الصلاة هذه أستغفر الله أجل رب العالمين عز وجل غفورا رحيما بسبب الإنسان فالعيش يجعل سوء بني آدم يصيب رب العالمين عز وجل يريد أن يشرع أن يستخدم الإنسان ما يتطرق القرآن فهذه الإسماع فلا تكتب العباد وجهة تفكر وتركتهم إنسان الآيات التي النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليك يا رسول الله فيذكر الإنسان الآيات قال من ذلك أو الناس أستغفر الله فيذكر من السلام الحمد لله تجمع الناس مع وفي الإنسان ويذكر العالمين الدين والناس أستغفر الله في الحية في العبادات في أحد العبادات الدخل من الخلق وتغير الإنسان 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 دائما أجل الصوت أجل رب العالمين والصفة ورب العالمين والإعطاء الإنسان في الحق ولكنها من الإنسان آيات كثيرة تدلنا على الاستغفار الآيات في القرآن الكريم هي الساعة الأمم السابقة الهدي الغاية التي أذكر الإنسان ذلك أستغفر يذكر العالمين يحدث غير ذلك الصلاة أزواجا الثالث الأكبر وقد النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث فلنزل الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب وذكر الله عز وجل من كلام الذين يقولون الاستغفار قال كل ذلك الاستغفار ذلك الاستغفار وذلك الاستغفار يستغفر في اليوم اكبر من الاخره يستغفر عن طريق الانسان يستكبر قلب الانسان بين يدي الله تبارك وتعالى عز وجل مع قلب وبأسئلة أنت بأسرار أمر الله أمر أن أستغفر الله أن يكون الإنسان سيئة يحتاج أن أكون من يجب الاستغفار الاستغفار إلا الاستغفار الإنسان كله يجب الاستغفار الله سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله وتعالى التسبيح والتسبيح 70,000 مرة أستغفر الله العظيم الله كبير وحسن فيه والأسرار المهمة والمهمة واستثمار الاستغفار يا أيها المؤمنون بالاستغفار وكلمة أستغفر الله ندفع الكلام الطيب الكلام أستغفر الله الحمد لله لا
وجه المنان الذي يحيي كل ويعفو عن الشرر ويقي شر المنكرات وعواقب السيئات. يقول الحق جل جلاله: ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: والله اني لاستغفر الله واتوب اليه في يوم اكثر من 70 مرات. رواه الامام البخاري. ويقول في حديث اخر: انه ليضال على قلبي اي يغطى، واني لاستغفر الله في يوم 100 مرات. رواه الامام مسلم. معاشر المؤمنين، اكثروا من الاستغفار والزموه ليلا ونهارا سرا وحضرا. فربنا جل جلاله يقول لنبيه آمرا بأمته: واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك في العشي والإبكار. وفي حديث آخر في سنن ابن ماجه: وبعد وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. رواه الإمام النسائي. وذكرنا إن للاستغفار فضائل الجنة وأسرار بديعة ودرجات متنوعة، أعظمها أنه سبب لمغفرة الله عز وجل ونيل أعظم مشروع على الحق جل جلاله. والذين إذا فعلوا الفاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات